هاقول لِك على سر معظم الستات ما تعرفوش، لو عندِك أزايز زيت هاتيها وتعالي وهنقلبها في الكوبايات، والنهارده هاقول لِك على أفكار جميلة جدًا وموفّرة جدًا. النهارده الفيديو مليان أفكار بجد جديدة كلّها وهتعجبِك جدًا، جدًا. هنبدأ نسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، بس لايك حلو منِّك وشير وكومنت حلو زيِّك، وشجعيني بأجمل لايك وعرّفيني بتتابعيني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر. طبعًا كلّنا ما بنستغناش أبدًا عن الجلانس. هاقول لِك النهارده إزاي تقدري تعمليه بكل سهولة في البيت. طبعًا الأسعار بقت غالية والدنيا بقت جميلة، النهارده بشوية حاجات مكونات بسيطة جدًا ومعايا أفكار جميلة جدًا تستاهل بجد الدعم. هتجيبي كده الإزازة الفاضية اللي أنتِ شايفاها دي، حُطّي فيها نُص كوباية من المَيّة، ومعاها ربع كوباية من الخل. طبعًا ما رضيتش أحُط لكم يعني باحُط لكم الحاجة قدّامكم حاجة، حاجة أهو من غير قُمع علشان تعرفي بالضبط الكمية، نُص كوباية من المَيّة، وربع كوباية من الخل، ومعلقة صغيّرة يعني معلقة صغيّرة أو نُص معلقة صغيّرة من الكربوناتو أو البيكنج باودر أو الكيك شيف المتاح عندِك أو الموجود، 3 بيقضّوا نفس الغرض، بيكنج باودر زي الكيك شيف زي الكربوناتو. وهتبدئي ترُجّيهم كويس جدًا وتسيبيهم ساعة كده على الرخامة، وبعد كده هتبدئي تستخدميهم بكل سهولة. النتيجة هتعجبِك وبجد روعة، تستاهل اللايك الجميل اللي زيِّك كده وشير للفيديو لأصحابِك وحبايبِك عشان قناتنا تكبر بيكم. طبعًا معايا فكرة تانية والفكرة التانية أقوى من الأولى. الفكرة دي جميلة جدًا خصوصًا في فصل الصيف والله وفي فصل الشتا. هتجيبي كده معلقة كبيرة من الصابون السايل، عليها معلقتين 3 من المَيّة، وهتدوبيهم كويس جدًا. هاقول لِك دلوقتي بنعمل إيه، بنعمل حاجة حلوة جدًا معظم الستات ما تعرفهاش. أنا دلوقتي حسيت إن الصابون السايل كان يعني مركّز شوية، مع إني خفّفته في الأول، لكن هنزوّد كمان 3 معالق من المَيّة، حاجة بسيطة جدًا. هنبدأ ندوّب كويس المَيّة مع الصابون، أنا عايزة صابون سايل مخفّف، ما يكونش مركّز. وهاقول لِك دلوقتي إحنا بنعمل وصفة كل الستات بجد هتدعي لي عليها. هتجيبي كده معلقة من السكر كبيرة وتدوّبيها كويس جدًا في شوية الصابون أو المَيّة اللي إحنا حطيناهم، ويا ريت تكون في علبة زي دي أو في علبة تكون مفتوحة شوية عن كده كمان. وهتجيبي بقى الخميرة الفورية بتاعتِك وتنزلي برضه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ولازم تقلّبي المكونات دي كلّها كويس جدًا، جدًا مع بعض، لازم تمتزج كويس جدًا، جدًا. وطبعًا مش تدوّبيها زي ما أنتِ شايفاني كده بس، لأ دوّبيها أكتر من كده شوية. أنا عايزة الخليط يكون لونه مبيض شوية كمان معايا، يعني من كتر هتدوّبي الخميرة كويس جدًا وتنزّلي اللي على حرف المعلقة. وهاقول لِك دلوقتي إحنا بنعمل إيه. واوعي تنسي تحطّي معلقة كبيرة من الخل، خل وسكر وكمان خميرة فورية وصابون سايل وشوية من المَيّة، دوّبي كل المكونات دي كويس جدًا، جدًا، جدًا. خلاص دلوقتي إحنا بنعمل دلوقتي حاجة للهاموش والناموس الحاجات اللي بتطير دلوقتي في المطبخ عندنا، المطبخ حَر طبعًا والجو نار، وطبعًا انقطاع الكهربا بيخلّي الفاكهة والحاجات اللي إحنا بنحطها على ترابيزة المطبخ بتتملي هاموش وناموس وحشرات خفيفة كده ما تعرفيش هي بتيجي منين، مع إنِّك أنتِ راشة وماسحة ومنضفة ومخلّصة كل الدنيا. طبعًا أنا سِبت دي حوالي يومين 3 كده وهاورّيكِ المنظر دلوقتي، شايفة المنظر عامل إزاي؟ المنظر فظيع والله يا جماعة، شايفين أنا باصوّره لكم بكل الأشكال أهو. لمّت بقى هاموس الناموس وهاموش ودبانة أهيّة وحاجات كده ما أنتيش عارفة هي جاية منين. الحاجات دي ساعات كتير أنتِ أمّا تكوني واقفة في المطبخ ما بتشوفيهاش، لكن بتتجمّع كده على الفاكهة أو الخضار أو الطماطماية بايظة أو أي حاجة. نرجع بقى للفكرة الأساسية بتاعة الفيديو. قناة شُغلة وحكاية بنعمل وصفات منزلية وأفكار منزلية بتكون سهلة جدًا وبتسهّل عليكِ الحياة، وكمان حلوة جدًا للبنوتة الجميلة اللي هي لسه متجوّزة جديد أو سِت البيت الأمراية برضه اللي بتحب تطوّر من نَفْسها. كمان بنحكي حكاية من الواقع، لكن النهارده الفيديو مليان أفكار، النهارده ما فيش حكاية. واللي عنده حكاية يا ريت يبعتها لنا في الكومنتات وإن شاء الله بإذن الله، طبعًا من غير أي أسماء ومن غير أي إشارة على أي حد، إن شاء الله نقدر نوصل مع بعض لحل إن شاء الله. هتجيبي كده أزايز الزيت لو عندِك كمية من أزايز الزيت، وطبعًا بتبهدل الدنيا. لمّا تيجي تاخدي من إزازة الزيت كده، هاقول لِك دلوقتي إيه اللي بيحصل. هتجيبي كده منديل وتقلبي إزازة الزيت في الكوباية، وهتجيبي كده منديل مطبخ، منديل أي منديل العادي المناديل العادية بتاعتِك، وهتجيبي بخاخة وترشي عليها مَيّة بيضا، مَيّة عادية جدًا. فدلوقتي المنديل هيلزق على أرضية الإزازة، هتعملي كل الحركات دي في قلب إيه، أزايز الزيت كلها اللي عندِك. سهلة، بسيطة جدًا.
أظن الخطوات سهلة خالص مش هتاخد منِّك أي مجهود، وهتحل معاكِ مشكلة كبيرة جدًا صدقيني. وهتسيبيها بالشكل ده كده مقلوبة في قلب الإزاز في قلب الكوباية لحد ما المنديل ده ينشف. طبعًا كتير مننا لمّا نيجي ناخد من إزازة الزيت ساعات نقط إزازة الزيت كده بتُقع، ولمّا تيجي تاخدي من ضلفة المطبخ بتسيب مكانها أثر في أرضية ضلفة المطبخ، فالمنديل ده لمّا ينشف هيشرب معاكِ أي نقطة زيت كده هتوفّري من الزيت بتاعِك، وكمان هتوفّري مجهودِك ووقتِك في تنضيف الضلفة بتاعة المطبخ. لأ فرشة مفرش شكله حلو، الأزايز بتُقع عليها، لأ حاطاهم برضه في علبة، الزيت برضه بيُقع على الإزازة من برّه، وهاقول لِك على وصفات سهلة كتيرة جميلة، بس اوعي تنسي تدعميني بلايك جميل. عندِك خيارة في التلاجة، الخيارة دي كنز، كنز والله يا جماعة. على فكرة بجد أنا باشكر صاحبة الفكرة، الفكرة مش بتاعتي خالص، لكن أنا واخداها من واحدة حبيبتي برضه على اليوتيوب، بس أنا جرّبتها ولقيتها ممتازة جدًا، خياراية واحدة بس هتجيبيها وهتقطعيها بالنُص زي ما أنتِ شايفة، وتبدئي تفرميها في بعضها كده، بالراحة جدًا. يعني بتجيبي النُص الأولاني وتعمليه في النُص التاني بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده، وطلّعت معانا مادة خطيرة جدًا، جدًا. معايا نشا، النشا بتاع الخيار ده أو المادة دي عايزة أقول لِك خطيرة للهالات السودا، بتشيل النمش، بتبيض فوري، طبعًا كلنا عارفين فوايد الخيار للبشرة، ترطيب، تفتيح، حلو جدًا، جدًا، ماسكات كتيرة جدًا، والخيار بيدخل في حاجات كتيرة جدًا، لكن الطريقة سهلة خالص أهي، مش محتاجة أي حاجة، لو أنتِ واقفة حتى هتعملي سلطة هتعملي الحركة دي وهتكوني غاسلة وشِّك كويس وهو طبعًا منضّفاه وعاملة ماسك سكراب كده حلو، وهتقومي واخدة المادة البيضا دي ودهناها تحت عينيكِ، على الهالات السودا، على النمش، على كده، مرّة والتانية والتالتة إن شاء الله يختفي معاكِ كل الحاجات دي، وطريقة سهلة ومش مستاهلة وقت ولا مجهود، حلوة جدًا، فكرة سهلة جدًا وبسيطة بس بتستاهل بجد والله اللايك الجميل والشير القمر اللي زيِّك. شايفة المادة ما شاء الله كل ما بتاخدي منها تعملي الخيارة تاني ويا سلام بقى لو حطيتِ الخيارة دي في الفريزر وطلّعتيها كده مشيتيها على بشرتِك، تسد معاكِ المسام الواسعة، تشد البشرة، هتبيضِك، هتخلّيكِ قمر، قمر بجد، مش محتاجة أي فلوس ولا أي مجهود وصفة سهلة. هتجيبي غطا الإزازة كده وترميه في الغسالة بتاعتِك. طبعًا الوصفة دي فعلًا محتاجينها في الصيف، يا جماعة اللي بتسيب طبعًا كتير مننا عندنا أولاد وكتير مننا بتسيب الهدوم ساعات مركونة في الغسالة كده من بالليل للصبح، ساعات بتنساها يوم كامل من ضغوط الحياة ومن ضغوط اليوم، بتحسّي إن الهدوم كمكمت، ريحة الغسالة ما بقتش كويسة، هاقول لِك دلوقتي على الغطا السحري ده اللي هتبيتيه في الغسالة وهيمتص كل الروايح وهيخلّي معاكِ الغسالة بتاعتِك وهدومِك طالعة جديدة ونضيفة وريحة طبعًا ممتازة. طبعًا هتجيبي معلقة من الكربونات وعلى معلقة صغيرة من ملح الليمون، وكربونات الصوديوم ممتازة جدًا هتسحب معاكِ الروايح، هتخلّي الغسالة معاكِ بتبرق، ويا سلام بقى لو حطيتِ لها بعد ما حطيتيها بيّتِ الغطا كده بالمنظر ده ليلة كاملة في الغسالة، وبعد كده تاني يوم هتشيلي الغطا طبعًا وتكبّي الكربونات وملح الليمون معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة. وتجيبي شوية من الإريال أو المسحوق اللي أنتِ بتستخدميه على نُص كوباية من الخل، وتدّي للغسالة دورة، أنا عايزة أقول لِك هتنضّف الغسالة من جوّه، تشيل منها كل الروايح، البكتيريا، هتخلّيها ترجع جديدة، كمان الستانلس بتاع الغسالة من جوّه تحسّي إن هو بقى جديد. والله تحسّي إن هي بقى جديد وبقى تحفة، ريحة الغسالة وريحة الهدوم معاكِ بقت جميلة، مهما تسيبي الهدوم في الغسالة بس طبعًا مش أكيد مش يومين 3 يعني، هترجع تاني الهدوم ريحتها حلوة، وكمان المُعطِّر مش هيروح من الهدوم وهيثبت في الهدوم، وأي بكتيريا بقى في الغسالة والكلام ده كلّه هتسحب كل الروايح دي، الفكرة بجد، بجد سهلة وبسيطة، أفكارنا كلّها سهلة وبسيطة بس فعلًا ناس كتير ساعات بتكون محتاجة للفكرة البسيطة دي، بتحل معاها مشكلة كبيرة خصوصًا لو كنتِ لسه عروسة جديدة أو كمان لسه سِت أمراية كده، وفي حاجات بسيطة بتُقع مننا كلنا ما فيش أي مشكلة خالص، إحنا بنحاول ندعم بعض، بنحاول نحل مشاكل بعض، بنحاول نُقف جنب بعض، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض، وإلى اللقاء.